بجناح الإبداع حلق طائرهم، وعلى أوتار الجمال عزف النشيد. أتوا ديارنا باحثين عن إبداع، فما كان عنهم قط بعيد. تجلت معاني الخير فيهم، برنامج المبدعين بحر يجود. بهم الإبداع غيث قد سما، والفن في الأرض عطاء مزيد. على صوت إبداعنا في آفاقهم، وبفضلهم ساقنا المجد التليد. هبت نسائمهم فانزاحت مواجعنا، وزار القلب إيمان وتجديد. بجهودكم غدت للمبدع منا فسحة، يلمع في سمائها العقد الفريد. وهل خطب الكلام يحسن إنصافكم؟ لعمري إن الحروف كادت تبيد. فأنتم من كان للإبداع أهلا، وللتألق الوالد والوليد. أيا عينا ساهرة ترقب مواهبنا، فداك الشاعر وناداك القصيد. يا قلبا كان الإبداع نبضه، شريانه فن والجمال وريد. شباب حملوا من السمات أثمنها، برنامج مبدعون فكر يسود. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي وباسم جمعية ومدرسة قلقيلة للمكفوفين أهدي هذه القصيدة للأخوة في برنامج مبدعون من قلقيل، يا نظير ما قدموه لنا من مجهود يذكر فيشكر. فهم كان لهم دورا بارزا ومساهمة فعالة في إعلاء صوتنا في هذا المجتمع، فلا أقل من إهداء هذه القصيدة لهم. كتبت لهم هذه القصيدة كنوع من الشكر لجهودهم التي بذلوها في حقنا. الإبداع مش مربوط في البصر ولا مربوط في السمع، الإبداع مربوط بالفكر، بالهمة، بالعقل. إحنا لما نشوف إنسان صحيح ما في عنده أي مشكلة، بس للأسف على أول مشكلة عنده انحبط، انهزم فكريا، يمكن يلجأ للمخدرات، يمكن يلجأ يغيب عقله بالمسكرات، يمكن يروح ينتحر. أنا بتكمن بالإعاقة. أما إنسان عنده نقص معين استطاع إنه يتغلب على هذا النقص، واستطاع إنه يثبت جدارته وينتج ويكون عنصر فعال في المجتمع، هو إنسان مبدع بكل معنى الكلمة، وهو إنسان يستحق كل التقدير.